بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم عمر شيتوس في برنامج الكورة مع شيتوس. حابب قبل ما أبدأ حلقة النهاردة تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، ويلا بينا نبدأ الحلقة. كرة ماشي دوس. ده الدوري المصري، وده ملخص الجوله الخامسه من الدور الثاني. كريدت كارت اهو يا معلم، عندك مكنه. اسبوع الريمونتادا وتصحيح المسار، وكل الفرق راجعه تاخد مكانها الطبيعي من جديد، ومش باي طريقه، ده مهرجانات اهداف. انا بابا يلا. موضوع حلقتنا النهارده عن الجولة الخامسة من الدوري نايل، ودي تغطية خاصة لأهم 4 مباريات في الجولة. تعالوا نشوفوا أول مباراة ما بين الإسماعيلي وإنبي ونرجع مع بعض تاني. ده ملخص مباراه الاسماعيلي وانبي، مباراه من مباريات الهبوط، والكل على اخر. اي حاجه كده ولا نتيجه سلبيه هتنزل، لا هتنزل وتهبط وهتوحشنا. هجوم متوسط من الفرقتين، والخطوره بتبتدي في الدقيقه 18. محمد عمار حب يرقص الكوره، اتاخدت منه وراحت لزياد كمال اللي بيشوط، ولكن كانت شوطه ضعيفه تطلع بره. انبي قام مفول نفسه وابتدى يضغط اكتر، وهجمات وشوطات لحد الشوط الثاني. فضلنا على الحال ده لحد الدقيقه 74. كورنر لانبي يلعبوا شريف حتحوت، وراسيه من احمد كالوشه في الجول، بيسجل الهدف الاول لانبي. في اخر الماتش جت هجمه مرتده لانبي وكان هيسجل، ولكن الكره بتتصد. الاسماعيلي بيمر باصعب فتره في تاريخه، ودلوقتي بقى في المركز قبل الاخير في مجموعه الهبوط. وبتنتهي المباراه بفوز انبي على الاسماعيلي 1-0. ورجعنا مع بعض بعد ما شفنا ملخص مباراة الإسماعيلي وإنبي اللي اتغلب فيها نادي الإسماعيلي، واللي بقائه بقى في الدوري الممتاز صعب جدا. وطبعا كلنا مع جماهير الإسماعيلي قلبا وقالبا. تعالوا نطلع نشوف تاني مباراة معانا، الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ونرجع مع بعض تاني. ونروح لمباراه سيراميكا كليوباترا والزمالك. اول مباراه للرمادي مديرا فنيا للزمالك، اللي بصراحه جه في وقت صعب قوي، ويا عيني عايز يلحق الفريق باي طريقه. في الدقيقه 14 هجمه عاديه لسيراميكا، الكره بترجع لبسام الحارس، اللي فجاه كده حب يلعب برجله ومتقمص شخصيه اندرسون. هوب يقوم ناصر منسي قاطع منه الكوره ومسجل الهدف الاول للزمالك. الله يخرب بيتك. علي ماهر مدرب سيراميكا من بره كان عايز ينزل يكسره بالهيلت ويجيبه على المحاره. يعني اعطس في وشك اموتك ولا اعمل ايه؟ الغريبه بقى ان بعد الجون فضل يحمس زمايله، واللي هو 10 رجاله والعبوا كده برجوله، مفيش اي حاجه حصلت. اسكت. بعدها بتيجي هجمه مرتده لناصر منسي اللي بيعمل لبايه حكايه، ولكن لحظه الكره بتطلع بره. في الدقيقه 60 كره عاليه تتلعب على الزمالك، محمد صبحي فجاه كده بيقع على الارض. الحكم بيروح له بيقول له هتقوم ولا لا. صبحي ما بصش ولا رد عليه وسابه ومشي. بعدها صبحي وقع تاني، فالحكم قام مديله انذار، وقام مستدعي الجهاز الطبي عشان يعالج. بيدخل سيراميكا الشوط الثاني وشارب كوبايه شاي مظبوطه. وفي الدقيقه 64 هجمه منظمه باص في الثاني تروح لاسلام عيسى، اللي بيشوط الكره بالميزان في الضيقه ويسجل هدف التعادل. الله ينور يا استاذ دوما. في الدقيقه 69 فاول للزمالك، الكره بتتلعب بسرعه جدا من دونجا لسيف الجزيري، اللي بيرقص ويحضر على شماله ويشوط ويسجل الهدف الثاني للزمالك وهدف التقدم. انا متفائل قوي يا ربيع. الزمالك خد الثقه وابتدى يهاجم، ولكن للاسف ما بيسجلش. بنوصل بقى لاخر الماتش، وتحديدا في الدقيقه 93 سيراميكا كليوباترا بيفاجئ بالتقفيل السوبر لوكس، الفرز الاول، وعرضيه من محمد شكري وراسيه بالمسطرين من احمد بالحاجي يرمم بيه الشبكه، وبيسجل سيراميكا هدف التعادل. ما بيحصلش اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بالتعادل 2-2. ورجعنا مع بعض بعد ما شفنا تاني ملخص معانا النهارده مباراه نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا اللي خلصت بالتعادل 2-2. وطبعا كان نادي الزمالك كسبان 2-1، وسيراميكا كليوباترا اتعادل في الوقت الضايع وجاب الجون الثاني. طبعا نادي الزمالك اتعادل اخر 3 مباريات، لك الله يا زمالك. تعالوا نطلع نشوف ثالث مباراه معانا، النادي الاهلي والنادي المصري، ونرجع مع بعض تاني. ونروح لمباراه الاهلي والمصري، مباراه قويه جدا، واهداف الفرقتين واضحه وصريحه. الاهلي عايز يكسب عشان يعافر على الصداره، والمصري عايز يكسب عشان يضمن مكان يأهله للبطولات الافريقيه. بدايه الماتش قويه، وهجمه في اول دقيقه للمصري، وعرضيه من ابوكا وراسيه من صلاح محسن، ولكن الكره بتيجي في الايه وتطلع بره. استر يا رب. المصري ما سكتش وقال لك الاولى ما جاتش الثانيه هتيجي. وفي الدقيقه السادسه هجمه كربونه من اللي فاتت، بس المره دي كريم العراقي هو اللي بيعمل عرضيه. ياسر ابراهيم الكره بتعدي من قدامه فبيسيبها عادي جدا، ونفس الراسيه من صلاح محسن، بس المره دي بيسجل هدف التقدم للمصري. طبق الاصل العلقه اللي فاتت. بعدها الاهلي مسك الكوره وابتدى يضغط ويعمل هجمات منظمه. وفي الدقيقه 35 باص من السوليه لوسام ابو علي، وسام بيكمل ويعمل عرضيه لامام عاشور اللي بيشوط وبيسجل الهدف الاول وهدف التعادل للاهلي. اللي ما يعرفك يجهلك. في الدقيقه 41 عرضيه ولا احلى من محمد هاني لوسام ابو علي، اللي بيلعب الكوره براسيه وبيسجل الهدف الثاني للاهلي، ولكن الفار بيستدعي الحكم علشان يراجع الكوره. بيروح يراجع الكوره ويرجع يلغي الهدف. الاهلي برده ما بيسكتش، وفي اخر الشوط الاول عرضيه من كوكا يطلع يشيلها وحش جدا جاب، تروح الكوره لطاهر محمد طاهر اللي بيكمل ويسجل الهدف الثاني للاهلي. عايزك تدفع راسي لفوق ان شاء الله يا ابوي. في الدقيقه 58 بيجي فاول للاهلي من بره ال 18، يدخل المتخصص وسام ابو علي، ولازم يا جد تخلي بالك عشان وسام ما بيجليش. يدخل وسام يشوط، وكالعاده بيسجل الفاول والهدف الثالث للاهلي. بص لي واترعب، انا مش طبيعي والله ما طبيعي. بعدها الاهلي الدنيا فتحت معاه، وفي الدقيقه 76 ترقيصه من امام عاشور بيحصل معاه احتكاك من باهر المحمدي، الحكم بيصفر ويحسب ضربه جزاء للاهلي. بيدخل امام عاشور يشوط وبيسجل الهدف الرابع للاهلي. في الدقيقه
82 رجع المصري تاني للماتش، وعرضيه بتترفع عادي جدا وراسيه من فخر الدين برضه عادي جدا، ولكن بتعدي من قدام محمد الشناوي ولا اكنه شايفها. بتعمل ايه يا جون؟ وبيستمر عماد النحاس في تقديم نتائج قويه واداء عالي مع الاهلي. كان الاهلي وجماهيره محرومين منه من ايام فتره كولر الاخيره، وبتنتهي المباراه بفوز الاهلي على المصري 4-2. ورجعنا مع بعض بعد ما شفنا ثالث ملخص معانا مباراه الاهلي والنادي المصري بعد ما خلصت بفوز النادي الاهلي 4-2، بعد ما كان النادي المصري متقدم في بدايه الشوط الاولاني 1-0، ورجع النادي الاهلي تاني بريمونتادا سريعه باربع تجوان، وخلصت المباراه 4-2 بفوز النادي الاهلي، وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري العام الاول ب 49 نقطه، منتظر اخر مباراه معانا وهي مباراه بيراميدز والبنك الاهلي. تعالوا نطلع نشوف مباراه بيراميدز والبنك الاهلي ونرجع مع بعض تاني. الملخص باهم مباراه في الاسبوع، مباراه البنك الاهلي وبيراميدز. طبعا الماتش اللي كل جماهير الاهلي مستنياه. هتقول لي قصدك جمهور بيراميدز؟ يا سيدي لا، جمهور الاهلي هو اللي مستني، عشان لو حصل تعادل او خساره الاهلي على طول يتصدر الدوري. طبعا فريق بيراميدز بيدخل الماتش مركز جدا، ومن ليلتها ما فيهوش في دماغه غير حلم واحد بس، انه يكسب البنك الاهلي. طموح انت يا محمد. بص، هو البنك الاهلي يبان لك انه طيب واخد اجازه يوم الجمعه، ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني، لكنه قرر يفتح 4 ساعات خدمه الكترونيه مخصوص للماتش عشان شرير ومفتري. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدقيقه الرابعه هجمه للبنك الاهلي من اسحاق يعقوب اللي بياخد في ديله واسنانه وبيجري ولا حد عارف يجيب. يرفع يعقوب عرضيه فيلاقيها محمد ابراهيم اللي بيشوط الكره كوربات في الجول، وبيسجل الهدف الاول للبنك. ايوه برضه احنا ما جبناش جول. في الدقيقه 21 يوقع النور بيخطف الكوره وبيكمل ويحطها متقشره لاسامه فيصل اللي بيستلم وبيشوط وبيسجل الهدف الثاني للبنك 2-0. بعدها رأسية من أسامة فيصل، ولكن المرة دي أحمد الشناوي بيطلع الكورة. بينتهي الشوط الأول وبنروح للشوط الثاني. بينزل بقى مدرب بيراميدز مع اللعيبة وسط الملعب وعمال يشجع فيهم ويشد عليهم ويوجههم عشان طبعا يرجعوا في النتيجة. وشكل الكلام فعلا جاب نتيجه. وفي الدقيقه 47 الكره مع ابراهيم عادل بيلم ويلعب واحده ار2 ويسجل الهدف الاول لبيراميدز. بيستمر بيراميدز في الضغط وبيعمل هجمات وبيقرب جدا من التسجيل لحد الدقيقه 74 عرضيه من محمد حمدي لمروان حمدي اللي بيوجه الكره براسه وبيسجل هدف التعادل. اللي قدامك ده وبعون الله اصغر اوفر فيك يا دنيا. في الدقيقه 82 سعيد السنبوري بيباص الكره براحته في نص الملعب، ومدبولي بياخد الكره وبيتمشى عادي جدا ولا اكنه في التجمع، وبيرزع واحده بشماله مطرقه لدرجه ان احمد الشناوي نفسه ما شافهاش. فاتح على البحر ليه يا ابني؟ في الدقيقه 83 الجو ابتدى يكهرب لدرجه ان طارق مصطفى مدرب البنك حرفيا طلع من هدومه. حرام، ايه الحر ده حرام. طبعا بيراميدز حصل له لاج ومبقاش عارف يعمل حاجه، والبنك فتح الارصده كلها على الاخر وهتك سحب. في الدقيقه 86 سيد نيمار بيجري ويعمل عرضيه لياو النور اللي بيحضر بشماله ويرزع واحده في سقف الشبكه ويسجل الهدف الرابع للبنك. ده يوجع كام؟ 20,000 جنيه. الهودة مليون جنيه. بره. في الدقيقه 88 بين لا شيء كده معلق المباراه فجاه بيقول شعر: تقرا الكف ولا الفنجان مش هتقدر تقول النتيجه كام. يا عم هي ناقصه شعر. طبعا مش حابب اقول لكم ان اللي قال الكلام ده على النور هو ايمن الكاشف، وبيتم خصم 3 نقط من حساب بيراميدز وبيتحولوا لحساب البنك الاهلي. خلاص يا مستر مالك، خسرت كل حاجه. وبتنتهي المباراه بفوز البنك الاهلي على بيراميدز 4-2. ورجعنا مع بعض بعد ما شفنا رابع ملخص معانا النهارده مباراه بيراميدز والبنك الاهلي اللي فاز فيها البنك الاهلي 4-2 على بيراميدز، طبعا بنتيجه غير متوقعه، وتوقف رصيد بيراميدز لحد النقطه 47، وبكده ترتيبه الثاني بعد ما تصدر النادي الاهلي جدول الدوري. تعالوا نطلع نشوف اخر فيديو معانا ونرجع مع بعض تاني. خرج محمد فتحي بس مأخر نفسه شويه. محمد ايه كان عايز يلعب 12. الكرة الأمامية معدية من الجزار للبلعوط يحطها يزقها. دي مش صواريخ رمضان، دي صواريخ البنك الأهلي كمان وكمان وكمان. خربت وعدت ايد احمد الشناوي علشان مدبولي. طارق مصطفى اخلع يا عم اخلع ولا يهمك، الدنيا حر مفيش مشكلة. لف ودار وطلع نار التجولي. نلف وندور وندور وندور، وساعات بنتوه في العتمة، وساعات بنتوه في النور، وساعات بنشوف في العتمة، وساعات بنتوه في النور. يا النور بيني وبينكو انا بتفرج على كل اللقاءات، شغلي اكل عيشي. النهارده من كوكب تاني،
مش مدحت صالح، لا كوكب تاني في كرة القدم المصرية اللي كانت خلاص في بقهم، لكن تبقى في بقك وتقسم لغيرك، قالوها من زمان. والله قلتها امبارح. وده كان موضوع حلقتنا النهارده. يا ريت كل اللي بيتابعني من كل مكان اذا كان اهلاوي او زملكاوي ما يبخلش عليا ويعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو. وحابب قبل ما اختم حلقه النهارده حابب اقول ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. ومع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.